ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل البنات وكل الستات. النهاردة هنتكلم عن الأنوثة، بس بمعناها الحقيقي، مش المتعارف عليه على السوشيال ميديا. الأنوثة الحقيقية مش مجرد ان يبقى شكلك حلو، او تكوني لابسة فستان حلو، او تكوني حاطة ميك اب حلو. الأنوثة الحقيقية مش انك تحطي صور معمولة بفلاتر على السوشيال ميديا. النهاردة هنتكلم عن الأنوثة اللي بترجعلك قوتك وبتطمنك من جواكي، عن الست اللي بتعرف تسند نفسها بنفسها قبل ما تطلب من حد يحتويها. اللبس الحلو والروج الحلو والبرفان اللي بيعلم، دول كلهم جزء صغير في الأنوثة، لكن مش في الأنوثة الكاملة. الأنوثة الكاملة في إنك بتعاملي نفسك إزاي أما تصحي من النوم وتبصي في المراية. بتبتسمي لنفسك ولا بتبقي كارهة نفسك؟ لما تحسي إن انتي تعبانة، بتقدري إن انتي تداوي نفسك؟ بتهدي على نفسك ولا بتجلدي نفسك؟ عارفة إمتى تبقى أنوثتك طاغية؟ لما تكوني هادية في كلامك، لما يكون صوتك واطي. الصوت الواطي مش ضعف، الصوت الواطي ده بيبين قد ايه انتي أنثى. الست اللي صوتها مطمن دي مش ضعيفة، دي عارفة هي مين. مش محتاجة تصرخ علشان تتسمع ولا تبرر علشان تتفهم. خلي صوتك هو صوتك انتي، مش صوت حد تاني غيرك. اتربينا على ان احنا بنفضل نشتغل وندي وندي، بس الأنوثة ساعات بتكون في السكون. لما تنامي بدري، لما تحطي شمعة وتشربي كوباية ينسون قبل ما تنامي، لما تسمعي صوتك الداخلي وتقولي كفاية كده النهاردة. مفيش حاجة اسمها كسل، في حاجة اسمها أنا محتاجة أرتاح علشان أقدر أكمل. الأنثى مش اللي تعمل كل حاجة لوحدها، الأنثى هي اللي تعرف تستقبل كلمة حلوة، خدمة، دعم، حضن، وتعرف تقول شكرا من غير ما تتكسف ومن غير ما تحس إنها عبء. انتي مش عبء على حد، انتي روح ووجودك كفاية. الست اللي بتختار تقول ايه وتسكت عن ايه دي مش متكبرة، دي بتحترم نفسها. بتعرف ان مش كل حاجة بتتقال، وان مش كل الناس تستحق كل الحكايات. الأنوثة في الغموض، بس مش الغموض اللي بيبعدك عن الناس، الغموض اللي يخلي الناس تحب تفهمك مش تحكم عليكي. كلنا عندنا حتة في جسمنا مش عجبانا، بس اسألي كده نفسك، هو أنا بكره نفسي، بكره جسمي، ولا بكره نظرة الناس ليه؟ ابدأي من دلوقتي تحبي جسمك زي ما هو، تخين، رفيع، طويل، قصير. خلقة ربنا لازم نحمد ربنا عليها. لو انت تخينة وحابة ان انت ترفعي، ارفعي علشان نفسك انت، مش عشان نظرة الناس ليكي. لو انت رفيعة وحابة تتخني، اتخني، بس مش علشان الناس تقولك ايه ده انت تخينة انت لازم تخسي شوية فتجري تروحي تخسي. ما تسمعيش لكلام حد، محدش موجود مكانك ومحدش حاسس باللي انت حاساه. اعملي اللي انت بس شايفاه صح. عارفة الحوار اللي دايما بيدور في دماغك، اللي بيقولك أنا مش كفاية، أنا مش حلوة، أنا حاسة إني تقيلة على الناس؟ حاولي تغيري الكلام ده. قولي أنا بستحق حب حتى وأنا تعبانة، أنا جذابة حتى لو مش ماشية على المقاييس بتاعة المجتمع للأنوثة. الأنوثة اللي بجد بتبدأ من اللي انتي بتقوليه لنفسك، مش من اللي الناس بتقولهولك. حاولي تعملي حاجات تبسطك، حاولي تشربي فنجان قهوة الصبح لو بتحبي القهوة، اسمعي غنوة بتحبيها، شغلي شمعة على المكتب، حطي كريم بتحطيه بإيديكي وريحته حلوة وبتعجبك. الحاجات الصغيرة دي مش تفاهات، دي طقوس بتغذي روحك، ولما روحك تتغذى هتطلع أنوثتك من غير ما تحاولي. انتي مش محتاجة تعملي أي حاجة علشان تبقي أنثى أو تثبتي إن انتي أنثى، لأن انتي أصلا أنثى. كل اللي انتي محتاجاه إنك تبطلي تسمعي للناس اللي قالولك إنك لازم تبقي حاجة تانية. خليكي انتي زي ما انتي، بطبيعتك، بخوفك، بقوتك، بعفويتك، بس قبل أي حاجة لازم تحبي نفسك. في بنات كتير بتشوف كل حاجة حواليها بشكل سوداوي، كل حاجة بتوجعها، كل حاجة بتستفزها. ده طبيعي علشان الحياة مش سهلة، بس الأنوثة مش إنك تعيشي على أعصابك، الأنوثة إنك تسيبي مساحة بينك وبين الدنيا، مسافة أمان. تعرفي تقولي لها أنا شايفة كل اللي بيحصل، بس مش هخلي ده يهدني. الأنثى الحقيقية مش اللي ما بتتأذيش، هي اللي بتعرف تحافظ على نفسها جوه الدوشة اللي حواليها. إحنا كتير بنفتش عن حضن، عن مكان نحس فيه بأمان، بس نادرا جدا لما حد يقول لنا انت ممكن تبقي الحضن ده لنفسك. حضن نفسك لما تخافي، تطمنيها لما تتوتر، تسنديها لما تقع.
الأنوثة في الحنية دي اللي مش بيشوفها حد غيرك بس بتقويكي انت أضعاف. عايزة أقولك إن مش كل حاجة ناعمة بتساوي الأنوثة. في بنات فاكرة إنها لازم تمشي على طراطيف صوابعها وتضحك طول الوقت وتتكلم بصوت واطي عشان تبقى أنثى. بس الحقيقة الأنوثة مش في الأداء، الأنوثة في الصدق. لو متضايقة عبري، لو فرحانة افرحي، لو فيكي طاقة طلعيها، بس كوني انتي، مش دور بتمثليه علشان تعجبي الناس. لما تبقي أنثى بتغيري اللي حواليكي. عارفة ايه أجمل حاجة في الأنوثة؟ إنها معدية. لما تكوني هادية الناس اللي حواليكي بتكون هادية. لما تكوني رحيمة الناس بتلين. لما بتحتوي نفسك الناس بتتعلم تحتوي نفسها. الست اللي بتعرف تحضن نفسها بتخلي أي مكان تدخل فيه يبقى أهدى وأجمل، من غير ما تتكلم كتير ومن غير ما تشرح. وعلى فكرة دي قوة، قوة ملهاش صوت بس ليها تأثير. في بنات لما بتكبر سنة بتحس إنها بتفقد أنوثتها، لكن الحقيقة إن الأنوثة مش بتقل، دي بتتقل، بتنضج، بتبقى أعمق، أهدى وأرقى. اللي كان بيجذب الناس زمان كان الشكل، لكن اللي بيخليهم يفضلوا معانا هو الجوهر. كل سنة بتعيشيها بتبقى فيها أكتر انتي. الأنوثة مش مجرد فستان، الأنوثة بصمة بتثبت مع الوقت. عارفة إمتى توصلي لأعلى مراحل الأنوثة؟ لما الست تقبل حياتها حتى وهي بتغيرها. دي بتبقى ست قوية ومتصالحة وأنثى بجد. اللي تبص حواليها وتشوف النعمة قبل النقص، اللي تشكر ربنا على اللي عندها وهي بتحلم باللي جاي، اللي تقول أنا راضية بس مش سايبة نفسي. الأنوثة مش بس طموح، الأنوثة رضا وخطوات هادية لقدام. عارفة لما تكوني زهقانة من البيت ومش طايقة شكل الحاجة اللي فيه؟ ده مش دايما عشان المكان صغير أو الديكور مش عاجبك، ساعات بيكون لأن طاقة أنوثتك مش مرتاحة جوه البيت. اعملي لنفسك ركن صغير تحبيه، حتى لو جنب السرير، حتى لو كوباية وفيها وردة، أو شمعة أو كراسة تكتبي فيها. الأنوثة بتحب الجمال، بس مش الجمال المكلف، الجمال اللي يطمن قلبك. الست اللي بتحب بيتها مش لازم يكون بيتها فخم، يكفي إنها تحس فيه بالأمان. كلنا عايزين نكون محبوبات، نبقى ملفتين ونعجب. بس بصي بقى، اللي بيجذب فعلا مش الشكل ولا اللبس، اللي بيجذب هو الطاقة. لو انت بتيجي على نفسك وعلى احتياجاتك وبتحاولي انك ترضي بالعافية، الناس هتشوف ده في عيونك. لكن لما تحبي نفسك وتسامحيها وتسمعيها وتعتني بيها، هتلاقي كل اللي حواليكي بيميلوا ليكي من غير ما تفهمي ليه. وفي النهاية حابة أقولك إن انت كفاية. انت مش محتاجة تبرري ولا تثبتي ولا تمثلي. الأنوثة مش رفاهية، دي حاجة أساسية علشان نكمل. لأن الست لما تكون مرتاحة بتغير الدنيا حواليها من غير ما تقول كلمة. لو الحلقة دي وصلت لقلبك ما تنسيش تبعتيها لبنت شبهك، وممكن تكون محتاجة للكلمة دي أكتر مما تتخيلي. وافتكري دايما، مش مهم مين ما شافكيش، أهم حاجة إنك انت تبقي شايفة نفسك. أشوفك في الحلقة الجاية، وخلي بالك من روحك.